نتوقف في فقرة الصحة اليوم عند موضوع الإسراف في الطعام أو ما يعرف بالشراهة وأثره على جسم الإنسان، وبالتالي كيفية التخلص من الشراهة والتغلب عليها. طبعا كلنا يعرف أن الغذاء وسيلة لا غاية، فهو وسيلة ضرورية لحياة الإنسان، وبالطبع فإن الاعتدال مطلوب، وهو ما جاء في كتاب الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبالفعل المعدة هي بيت الداء. حول هذا الموضوع نرحب بالدكتور سمير سامي، الحاصل على ماجستير التغذية العلاجية ودكتوراه في معالجة السمنة. بداية الدكتور، لو نتحدث في البداية، ما هو معنى الإسراف في تناول الطعام؟ أو يعني هل معنى الإسراف خاصة في تناول الطعام هو عملية الزيادة أو التناول أو إسراف، يعني زاد عن الحد. من ناحية الطعام هو إسراف في المتناول عن حاجة الإنسان الطبيعي. حصل زيادة في تناول مثلا كميات معينة من الأكلات بمختلف أنواعها، سواء كانت أكلات دهنية أو أكلات بروتينية. طبعا يمكن الحين أجواء الاحتفالية في نهاية العام تصير في حلويات وفي أكل وفي عزايم وفي، يعني أحيانا يضطر إن الإنسان يجامل ويأكل أشياء فوق الحاجة. هذه الأشياء اللي بتاكلها أكثر من النسب المفروض اللي يحتاجها الإنسان، الجسم كيف يتعامل معها؟ الجسم يتعامل معها بكل مجهود وكل عبء وكل أسى، إنه بيحاول يتخلص منها في الدم، فيتخلص منها في الدم عن طريق إنه بيخزنها كشحم أو دهن. وإذا عجز على إنه يتخلص منها في دمه، بيحصل حاجة اسمها علو في الدم، زي مثلا نقول إيه، أسرف في تناول الشوكولاتات أو الحلويات أو السعرات الحرارية في تناولها، فبيحصل انها بتزيد في شكل جلوكوز الدم. الجسم الصحيح او السليم بيحاول يخزن كل الزياده دي في شكل شحوم ودهون، وهي بتؤدي الى التالي لما يسمى بالسمنه او زياده الوزن، وتجي امراض ثانيه مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وكذا، وما يؤدي الى مشاكل. كل مصائب من وراء الاسراف في الناحيه الصحيه. اذا يعني خطير جدا الانسان لما يتناول اكل وهو ما يحس بالجوع او انه فوق الطاقه المفروض. يعني مثلا في حكمة تقول أنك أنت لا تأكل إلا عندما تشتهي، وارفع إيدك عن الطعام وأنت تشتهي. لا نأكل حتى نجوع. نعم. صحيح. هو المفترض الواحد ياخد وعدم الشبع، يعني أن الواحد يحرص أنه لما يأكل ما يشبع. صحيح. نعم. المعدة يمكن كان في دكتور زميل كان مقسم المعدة ل3 أجزاء، وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأحاديث والله أعلم أن المعدة بتقسم ل3 أجزاء: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. نعم. ولكن إذا احنا جينا حصل إسراف، هيترتب عليها مشاكل يوميا أشوفها ويوميا أسمع عنها، والعالم كله الحين بيكافح المشاكل دي، بيكافح السمنة. نعم. وبيكافح الضغط، وبيكافح الكوليسترول، وبيكافح أمراض القلب، ودي كلها جاية منين؟ من السمنة. إيه سبب السمنة؟ هو الإسراف في المأخوذ من السعرات الحرارية أو الزائد عن احتياج الجسم. الجسم بيكون ليه احتياجات، إذا احنا زدنا على الاحتياج بيبقى عبء عليه. فدي دكتور، انت عارف، انت يمكن اكيد انت في دوله مثل دول الخليج او دول عربيه، هناك يعني في يمكن اشياء متشابهه، يعني دول الخليج في عندهم امراض متشابهه، حتى الانسان لما يعني الارتفاع السكري والكوليسترول وضغط الدم، هذه يمكن امراض يعاني منها الكثيرين خصوصا في دول الخليج. صحيح. انت كشخص يعني ما هي المضاعفات؟ مثلا لو على سبيل ذكرنا موضوع الكوليسترول، سبب ارتفاع الكوليسترول ما هو بالضبط، وشو ينعكس على الجسم؟ حلو، سؤال حضرتك جميل. في اغلب الدول العربيه وفي دوله الامارات خاصه مرتفع نسبة التعرض بالمشاكل الناتجة عن سوء التغذية. صح. وبفضل الله وأحمد الله إن أنا متخصص في هذا المجال، وأسعد إن أنا تخصصت في هذا المجال لما بيوفقنا الله في تقديمه من نجاح لمعالجة بعض الأمراض المرتبطة بالغذاء. أسعد جدا لما يجي لي مريض يكون بيعاني من سكر، وعن طريق الغذاء الصح وتنظيم الكميات وعدم الإسراف وحسن ترتيب بيتخلص من السكر. دولة الإمارات واخدة نسبة في مرحلة السكر بنسبة، آخر الإحصاءات قالت 25% من أعلى النسب في العالم. أيوة، من مرضى من المواطنين عندهم نسبة سكر. وإيه المرتبط مع السكر؟ التعرض للسمنة. ونادينا كتير واتكلمنا عن اللي هو سمنة الأطفال من الصغر، وده كله بيكون نتيجة إسراف وقلة حركة وعدم تنظيم. نيجي نشوف الكوليسترول، في حسن ترتيب. يعني انا مثلا ضد مبدا ان انا اجي اقول للواحد اتبع نصيحه سحريه واتبع رجيم سحري. مفيش حاجه اسمها توصيه تشمل كل الناس. صح. يعني انا اجي انصحك بنصيحه، ممكن انصحك بترتيب يصلح ليك يأذي غيرك. نعم. ولكن لما نعمل تقييم وتنظيم ليك لشخصك، نعرف ايه اللي يصلح لك.
لما اشوف فحص دمك ايه في دمك يوصي باكلات خاصه فيك. يعني مثلا مريض الكوليسترول ليه مسببات كتير، مثلا اقول ان داخل فيها حاجه من الناحيه الوراثيه، وداخل فيها نسبه السمنه، وداخل فيها الكبد بيفرز نفسه كوليسترول، وداخل فيها الاكلات الغلط. لو جه مريض كوليسترول مثلا وانا بعمل له زي حياه صحيه او دايت، ما ينفعش اقول له كل بيض، ما ينفعش اقول له كل روبيان، ما ينفعش اقول له كل كبد، ما ينفعش اقول له كل لحوم. الحاجات دي كلها مشبعه بالكوليسترول. لو انا عايز اخف وزنه يبقى لازم اخفه بشكل صحيح، اخفه بشكل ان انا احسن الكوليسترول. عايز اخف مثلا الوزن واحسن وضعه كوزن واعالج الاسراف اللي هو اسرفه، بس يكون بشكل صحي. ازاي؟ انزل وزنه واشيك على الكوليسترول، انزل وزنه واشيك على الفيتامينات، انزل وزنه واطمن مثلا على بعض حاجات زي اليوريك اسيد واليوريا والكرياتينين. هل لها مضاعفات على الحياه الجنسيه بالنسبه لارتفاع الكوليسترول والسكري على الانسان الرجل؟ والله الحاجات دي هقول لك على موقف حصلت عندي في العياده. نعم. لان الابحاث فيها شيء من التضاربات، ولكن الحياه الصحيه وانقاص الوزن بيعدل كل اللي يخطر، بيعدل المزاج. وعندي حالات ما شاء الله حققوا نجاح، يعني الواحد يعني يستحي يذكر في حالات واضحه حققت نجاح جميل في الجانب اللي حضرتك قلت عليه، في الجانب الجنسي. نعم. ان الموضوع كان للافضل والاحسن. ليه؟ لانه ياثر على القلب. ايوه، ياثر على القلب في الضغط والدوره الدمويه نفسها. نعم. يعني نشاط الدوره الدمويه بشكل صحيح بيحسن حتى الانتباه والذكاء، وبيحسن كل الامور في الجسم. ليه؟ لانه وضع صحي، يبقى كل جهاز في اجهزه الجسم اتشال من عليه العبء والسمنه والضغط والتشبع بالاكلات اللي هي الزائده عن حاجه الجسم والشحوم الزايده. نحن دائما نسمع موضوع الشحوم اللي على الكبد، انه والله انك انت بالسمنه في شحم على الكبد، هذا ياثر صحيح. على الجسم بشكل عام. صحيح. مدى خطوره هذا الموضوع على الكبد، وخصوصا انا افهم الكبد يمكن اهم الاجهزه الحيويه الموجوده في جسم الانسان، لانها تعتبر يعني جزء اساسي، يعتبر من اهم الاعضاء في الجسم. نعم. السموم والاشياء احنا قلنا الاساس بتاعنا هو عمليه الايه، ده بيكون ناتج عن الاسراف. نعم. كل ما زاد عن حاجه الجسم اتخزن في الجسم، اتخزن في شكل سموم وفي شكل شحوم وفي شكل دهون، ودي بتعرقل جميع اجهزه الجسم. بيتخزن الدهون في اماكن كتير، ممكن تتخزن في البطن، ممكن تتخزن فعلا على الكبد، وبتؤدي الى عرقله في وظائف الكبد، وبتؤدي الى سمنه البطن، يسموها سمنه الامراض. نعم. مع ازاي؟ هذه لاحظها دائما انها تزيد بعد سن ال 35 عند الرجل، المنطقه المحيطه بالخصر هذه في لها مضاعفات لو نتكلم عنها، لان الوقت محدود. لا عفوا قاطعتك. ابدا ما فيش اي مشكله. في عندي سمنه البطن. نعم. حضرتك قلت بتزيد بعد 45، ده بيكون بسبب 35 او في دايما بتزيد مع ايه؟ تحمل المسؤوليات. نعم. او مثلا في الوقت ده بيكون الرجل بقى شايل اعباء الحياه. صحيح. ما عندوش وقت لممارسه الرياضه، بدا يهمل في نفسه. كتبنا مقال قلنا حرق الدهون يتاخر او يبطأ بعد تقدم السن. لو حافظ عليه. انا ما شاء الله عندي مرضى فوق ال 60 سنه ومحققين معايا نتائج طيبه وناس مهتمه في نفسها، ولكن اهمال الشخص في نفسه هو اللي بيسبب المشاكل وحدوث السمنه وحدوث امراض القلب وامراض مثلا السكر والضغط والكوليسترول والحاجات دي. يمكن عندنا اخر دقيقه، لو تعطينا نصائح سريعه دكتور، وشو الاشياء اللي تنصح فيها كل من يتابعنا عبر برنامج عن الموضوع؟ انصح كل من يتابعنا في ان احنا نعمل ازاي؟ نقيم كل واحد على حده. اوعى تتبع نصيحه يعني بشكل عام، خصص لنفسك تقييم ذاتي، اعمل اعتدال. إذا لقيت مثلا أنجح رجيم وأنجح طريقة ما تتبعهاش، لازم تعمل تقييم لنفسك، هل الطريقة الناجحة دي هتخصك أنت ولا لا؟ تتناسب معاك ولا لا؟ بالظبط كده. نعم. وده بيجي عن طريق إيه؟ فحوصات الدم. نعم. وبعدين ما فيش أجمل من إن إحنا نقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وصدق الله العظيم. شكرا لك دكتور سمير سامي على هذه يمكن المداخلة وعلى المعلومات الطبية المهمة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. إذن أعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل ثم نعود.